يعني هو كفانا جميعا معارضه وقياده سياسيه ومؤيدين للسلطه الحديث باسم الشارع، والحديث باسم الثوار، والحديث باسم الثوره. عشان بس نحط كده قاعده، لان اللي في ميدان اللي مشتبكين دلوقتي على الارض وشايفينهم في التلفزيونات وموجودين في شارع قصر في قصر النيل وفي ميدان التحرير، هم اصلا كفروا المسار اللي احنا شغالين بيه. لان هم ما فيش في اي تغيير حصل هم شايفينه خلال سنتين، بالعكس الدماء بتزيد والافراط من القمع الداخليه بيزيد، والشرطه العسكريه وضباط الجيش بقى معاهم ضبطيه قضائيه. والحديث عن القاعدين في البيوت، القاعدين في البيوت ولا عايزين ثوره ولا عايزين رئيس ولا عايزين جبهه انقاذ ولا عايزين معارضه، عايزين فيها حزب مصر قويه، ما فيهاش حزب. انا بتكلم بشكل عام، هم عايزين عداله اجتماعيه، واللي في الميدان عايزين عداله انتقاليه. ده ليه اجراءات ولا ليه اجراءات. الحكومه الحاليه فشلت في تطبيق الحاجتين. القياده السياسيه المتمثله في رئاسه الجمهوريه عندها اشكاليه كبيره، ان هي بترفع الواقع غلط، اللي بين لها الواقع ورد الفعل القرار بتاعتها غلط، زي الاعلان الدستوري الجديد متوقعين اللي هيهدي الشارع، حصلت بعد كده احداث محمد محمود زادت ومات فيها جابر واللي حصل ده. فلازم نعي ان رئاسه الجمهوريه قدامها مسارين. المسار الاول اللي هي تستقي رفع الواقع ونبض الشارع، لان القرارات اللي اتخذت دي زادت ما قلتش. كثره هيبه الدوله اللي بنتكلم عليها دي اتكسرت في مدن القناه، ان الناس نزلت في وقت الحظر، ان ما فيش ضابط داخليه ولا جيش هيقدر يمسك حد في شارع انه هيشتبك معاه. الاسكندريه واسيوط والقاهره واللي احنا شايفينه ده زادت من حاله المقاومه ضد الجزء السلطوي فيما يخص القضايا والطوارئ. فده بقى شيء واضح. الاهم بس من كده وعايز اقول بيه سريعا ان رئاسه الجمهوريه ده ردا على الكلام اللي قاله الاستاذ خالد. لا بشكل عام مباشر، انا دلوقتي انا يهمني القياده السياسيه تطلع اجراءات وقرارات تهدي بيها الامر وتحل بيها المشكله. هي معتمده على الحل الامني فقط لا غير. اكن مجلس الدفاع الوطني اللي موجود في الدستور ليه اغلبيه عسكريه هو اللي خد القرارات دي. الحل السياسي فيما يخص ايه القرارات اللي لو سمعها الناس دي تخلينا نقدر ننزل نهدي الموضوع، وهم يبتدوا يهدوا الموضوع لما يشوفوا 1 2 3 هيتحقق ولو بشكل تدريجي. لكن ده مش موجود. اللي اتقدم النهارده كاجنده في الحوار الرئاسي فيما يخص فريق حل الازمه بالسبع اللجان بتاعه من الحكومه ووضع الجيش والعداله الانتقاليه والكلام ده كله، هو ده الحل العملي. مش عايزين خطابات، مش عايزين اطلع اقول شويه قرارات تهدئه ليس الا